السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل فتة اللحمة أو فتة باللحمة الضاني بأسهل طريقة إن شاء الله. أول حاجة معانا هنا مية مغلية حطيناها في الحلة، طبعا لازم تبقى بتغلي. وبعد كده هنا معانا لحمة ضاني هنحطها في المية المغلية علشان تتسلق. انا مرضتش اشوحها علشان هي كده كده مش دسمة اوي يعني، فمش محتاجة ان هي تتشوح. اللحمة الضاني لو دسمة الاحسن ان انتي تحطيها الاول في الحلة كده من غير اي حاجة عشان تنزل الدهون بتاعتها، بس انا كده كده شايلة الدهون منها يعني. بعد كده حطيت بصلاية بس مش متقطعة، وورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وهقفل عليها واسيبها تتسلق مع نفسها تغلي غلوتين، واوطي عليها لغاية ما تستوي. بعد كده هنا معايا طاسة حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت، وهنعمل الصلصة بتاعة الفتة. طبعا دي الفتة المصرية يعني، اللي هي بالخل والثوم والصلصة. بعد ما السمنة كده ساحت مع الزيت، حطيت هنا 4 فصوص ثوم مفرومين، واول كده ايه هنفضل نشوحهم، واول ما يصفروا صفار بسيط قوي، انا مش عايزه احمرها قوي علشان الثوم لما بيتحمر قوي يعني بيدي سنه مراره كده، او يعني بيخلي كده الفته تقيله. واول ما توصل للون الذهبي الخفيف ده بحط عليها يعني حوالي 3 معالق خل، 3 معالق خل كبار. وحطيت بعد كده الصلصة دي متفرزة في الفريزر. لو ما عندكيش صلصة طبعا هتحطي طماطم مفروم عادي في الخلاط. بعد كده حطيت معلقة هريسة شطة كبيرة وفلفل اسود ومعلقة سكر صغيرة. طبعا لو انتي بتحبي الفتة تبقى حراقة هتحطي هريسة الشطة، ما عندكيش هريسة شطة هتخلطي مع الطماطم قرن فلفل او تحطي شطة حمراء بودرة عادي. بعد ما الطماطم هنا او الصلصة اتسبكت قوي كده، لازم نسبكها كويس جدا، هنزودها بقى مية. ممكن تقولي لي نزودها شوربه، لا الاحسن ان هي تبقى ميه عشان تفضل اللون الاحمر بتاعها الحلو ده، لغايه بقى السمك اللي انت عايزاه. في ناس بتحبها خفيفه، ناس بتحبها تقيله، زي ما تحبي. انا عاملاها وسط، ولا خفيفه ولا تقيله. وطبعا هنحط الملح بتاع الصلصه، هنظبط الملح، وبالظبط هتغلي غلوه وهنقفل عليها، وكده يبقى صلصه الفته جهزت معانا. تالت حاجة معانا، احنا عملنا اللحمة، بعد كده عملنا الصلصة، اخر حاجة هنعملها الرز الابيض بتاع الصلصة. حطينا معلقة سمنة كبيرة برضو مع شوية زيت، اي نوع سمنة عندك بقى. وطبعا غسلنا هنا الرز، رز مصري نغسله كويس جدا. وبعد ما السمنة تسيح هنحط عليها الرز ونشوح فيها الرز كده زي ما انتم شايفين. لازم ندي للرز تشويحة علشان يبقى مفلفل، ما يبقاش كده يعني طري او معجن شوية. بعد كده حطينا رشة فلفل اسود صغيرة جدا، علشان لو حطينا كتير الفلفل الاسود هيسمر كده الرز، احنا عايزينه الابيض الحلو بتاع الفتة ده. رشة بسيطة بس لمجرد ان هو يعمل طعم بسيط. هنا بقى نفضل نشوحه حوالي دقيقتين على نار واطية مش عالية علشان الرز ما يلزقش. هنوطي النار قوي يعني، مش عالية، عشان كمان ونقلب بالراحة علشان ما يتكسرش مننا. وننزل عليه بمية مغلية من الكتل. حابة تعمليه بشوربة زي ما تحبي، بس يعني يستحسن ان هي ما تكونش لحمة ضاني، علشان اللحمة الضاني بتبقى شوربتها دسمة، فممكن تخليلك الرز مش مفلفل كده وحلو. وطبعا بالذات في الحر يعني يعني يستحسن ان هو يتعمل بمية. انا عامة بفضل الرز بتاع الفتة بالمية، لان كده الفتة فيها يعني اطعمة كتير، الصلصة والشوربة والعيش وكده، فيستحسن ان هو يبقى بمية، بس طبعا زي ما تحب. بعد كده جبنا بقى صينية اللي هنقدم فيها الفتة، حطيناها على النار على نار متوسطة، حطينا معلقة سمنة كبيرة، وعندنا هنا عيش بلدي متحمص ومتقطع قطع زي ما انتم شايفين كده، وهنقلبها في قلب السمنة، وطبعا متحمص في الفرن علشان لما ينزل عليه الشوربة ما يعجنش معانا ويطرى قوي يعني، عشان كده بيتحمص. حابة تعملي تشوحي شوية توم كده في قبل السمنة، بس اوريدي يعني الصلصة فيها توم، فبلاش يبقى هنا توم وهنا توم، الموضوع يبقى صعب شوية. عامة التوم يا بيتحط هنا يا اما في الصلصة يعني. هنفضل بقى نشوحه كده لغاية ما نديله يعني تحميرة شوية او ندخل فيه السمنة. بعد كده هننزل عليه بقى
كام معلقة كده من الصلصة زي ما تحبوا، حابين صلصته بتبقى كتيرة او قليلة، طبعا الكمية دي زي ما تحبوا. هنا الشوربة كانت اللحمة اتسلقت، هننزل بقى عليه هنا الشوربة، كل حاجة سخنة. اول ما هبتدي انزل الشوربة على العيش هنقفل النار على العيش، علشان مش عايزاه يطرى قوي. انا بفضل العيش يبقى ليه قرشة شوية كده، ما يبقاش طري قوي. طبعا في ناس بتحبه يبقى طري جدا، زي ما تحبوا. حابينه طري قوي افضلوا مشغلين النار وزودوا الشوربة عن كده. حابينه ليه كده قرمشة كده حلوة، يبقى اول ما هتنزلي الشوربة هتطفي على النار، وفي نفس الوقت مش هتزودي شوربة. 3 كبشات حلوين قوي على الكمية دي. بعد كده هنبتدي بقى نحط الرز كده. حابة بقى العيش يبقى اكتر الرز اقل، طبعا الحتة دي حسب رغبتك انتي. انا بحب كل حاجة متوسطة، يعني العيش يبقى قليل شوية زي ما انا عاملة، والرز هو بيبقى اكتر شوية من العيش، او الاتنين نسبة وتناسب يعني، ولا ده اكتر ولا ده اقل. الوسط احسن حاجة يعني. وهنفرد بقى، شايفين الرز بقى يعني البياض بتاعه حلو علشان مش مكترة فلفل اسود ومش ساقية بشوربة. وهنوزعه كده. انا كده قافلة النار على الصينية، وهنبتدي بقى ننزل الصلصة. طبعا هنحط صلصة قليل، وهنحط طبق صلصة جنب الفتة، عشان في ناس ممكن ما تكونش بتحب الصلصة كتيرة يعني. وحطينا بقى اللحمة كده على الوش زي ما انتم شايفين. حابة تحمري اللحمة زي ما تحبي، بس هي كده كده لحمة ضاني، فيعني لو اتحمرت هتبقى دسمة قوي. زي ما انتم شايفين، فتة بسيطة وحلوة ان شاء الله يعني. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا، ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.